السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو. كان نفسي أقولها من زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في فيديو جديد تاني مش بتاعتي دي. ناس كتير منكم كانوا بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي وكانوا بيسألوني يا قعدة متى انت متربي قوي، ممكن تقول لنا على سر تربيتك؟ النهاردة عشان انا ما بتأخرش على اخواتي هقول لكم سر تربيتي. قبل ما نبدأ خليني أسألكوا سؤال فلسفي كده جبته من شات جي بي تي. يا ترى ايه اهم حاجة بتحصل للإنسان وهو ملوش ايد فيها؟ غالبا ما بيكونش التخصص ولا اختيارك للجامعة اللي عايز تدخلها ولا اختيارك للبنت اللي انت عايز تبقى معاها، وبطل تجيب سيرتها في كل حاجة عشان شكلك بقى وحش قوي. خلاص هي خلاص نطرتك قبل كاش، انطرها انت كمان قبل كاش. وانزل اعمل لايك دلوقتي واكتب لي في التعليقات نطرتها قبل كاش. انزل اكتب لي في التعليقات. الحاجة الأهم فعلا واللي الإنسان غالبا ما بيكونش له دخل فيها قوي هي طريقة تربيته، لان الطفل اصلا قبل ما يبدا يعرف العالم وهو ممكن يكون عايز يبقى مين وعايز يعمل ايه، في حد تاني بيديله البيزك كده الاولاني اللي انت هتبقى كذا في الحته دي. في حد تاني بيبدا يعلم الطفل هل العالم مكان امن ولا مكان خطر، هل الفشل مسموح ولا اخر الدنيا، هل نثق في الناس ونقدر نديهم الثقه ولا وقدام المشاكل هتهرب هتضرب هتحاول تحل. البشر فهموا الموضوع ده من الاف السنين، من زمان قوي. فكان مثلا في سبارتا اللي هي اللي فيها منها فيلم 300 دول اللي هم زي سبارتا وانديد والشلوت كده، الناس دي كانوا بيبداوا يجندوا الاطفال من وهم عندهم 7 سنين ويودوهم معسكرات حرفيا، وانت عندك 24 سنه ولسه بتبعت على الجروبات يا جماعه الكله اللي في صباعي ده اعفى ولا مش عارف. بالنسبه للشعب الاسبارتي كانت هي دي الطريقه في تشكيل المقاتل. مش هنستناه لسه لما يبلغ وناخده التجنيد، لا احنا بنشكله من الاول، بنشكل طريقه تفكيره دماغه حياته كلها تبقى رايحه فين. بس هل ده كان صح؟ هل السبارتيين كانوا بيعملوه ده كانت حاجه صح تشكيل البني ادم بالقسوه، ولا يلا حبيبي نروح الجيش يا حبيبي ونقاتل عشان الوطن؟ هي دي الحاجه الصح واللي المفروض تحصل. الحقيقه ان السبارتيين كانوا بيعملوا الطريقه دي بس هم ما عندهمش اجابه دقيقه قوي زي اللي عندنا النهارده احنا عندنا MRI، عندنا نيورولوجي علوم الاعصاب، عندنا دراسات طويله جدا وميتا اناليسيس بتجمع الاف الدراسات عشان تقول لنا هل استخدام طريقه معينه في التربيه دي حاجه صح. فالنهارده اللي احنا هنشوفه ان احنا هندخل كده في دراسه معمقه عن المخ بقى بيقول ايه عن التربيه، والمفروض ان احنا نستخدم التربيه الحديثه ولا التربيه القديمه اصليه. سيبك بقى من زمان، من الزمن المنقشع ده، وتعالى معايا دلوقتي 2026. تخيل قدامك طفل مش عايز ياكل، مش عايز يشرب، مش عايز يلبس، مش عايز يسمع الكلام، وما بيعملش لايك. تيجي تقول له يا ابني الارض كرويه، يقول لك لا مسطحه، اديله على طول. قدامك حاجه من اتنين لو ده ابنك، يا هتقول له حاضر يا حبيبي خلاص ما تزعلش الارض تحت رجليك كلها مسطحه ولا منيله ب 60 نيله، يا اما هتقوم عامل كده وتقوم من اوله على طول. الحقيقه الاولى اللي لازم تعرفها من الفيديو ده ان العلم ما بيتعاملش مع التربيه الحديثه والتربيه القديمه على انهم فريقين، لا هو بيتعامل مع سلوكيات. فخلينا نشرح التربيه القديمه ونشرح التربيه الحديثه لسلوكيات ونبدا ننتقد نشوف مين فيهم اللي الابحاث بتقول السلوك ده فعلا اثر في الطفل ده وفعلا لما كبر الموضوع اتاثر معاه، والسلوك اللي ملوش اي 30 لازمه واحنا بنعمله استسهال. خلينا نبدا في الاول بالتربيه القديمه الاو جي، الحاجه الاصليه اللي كلنا اتربينا عليها. الجمله الاشهر اللي كلنا بنقولها انا اتضربت وطلعت عادي. متاكد يا اسطى؟ طب على فكره عادي. طب ما انا وقعت من الدور الاولاني وطلعت عادي على فكره، ما حصلش اي حاجه، وقعت من البلكونه وعادي يعني الدنيا كملت ومشيت وكانت زي الفل. فهل ده معناه ان ده شيء طبيعي الوقوع من البلكونه؟ ولكن هنجاوبك برضو بالعلم وبالابحاث، وهنسال السؤال المهم هل الضرب فعلا بيقوم السلوك؟ في ريفيو اتنشر في مجله لينست هنا كده، هنا لما اقول لينست تقوم تقف وتسقف، جمعت الدراسات بتاعه 69 دراسه طويله عن العقاب الجسدي. المدهش في الدراسه دي انه ولا دراسه من ال 69 دول ارتبط فيهم التعنيف الجسدي باي صفه ايجابيه في المستقبل ولا اي تحسن في اي حاجه. بالعكس كتير من الدراسات اصلا ارتبط فيهم الضرب والتعنيف السلوكي الجسدي بتدهور في سلوك الطفل لما بيكبر بعد كده. ومن اصل 64 عينه مستقله 38 لقوا نتائج اسوأ بشكل significant مع الوقت. فالدراسه اللي اتنشرت في لينست
دي ومسقف بعد اذنك، قالت بشكل واضح وفج جدا ان مع كل الدراسات اللي اتعملت على التعنيف الجسدي دي ما ادتش ولا مره لتحسين السلوك. في حاجه ملهاش لازمه. انا سامعك من اخر صف من هناك، اقعد. انا هقول لك هنربيه ازاي. طيب لو احنا مش قادرين ان احنا نمد ايدنا على الواد ونضربه نهين شرفه، هنربيه ازاي؟ العلم ما بيقولش ان انت ما تحطش حدود، بالعكس خالص، العلم بيدعم اصلا انك تحط حدود للطفل، ولكن احنا محتاجين نعرف الحدود. وده اللي حصل في ميتا اناليسيز اتعملت، جمعت حوالي 1400 بحث تقريبا على اكتر من مليون طفل من حوالين العالم كله، وفصلت فيها بمنتهى الوضوح كده انواع التحكم او الكنترول اللي ممكن يتمارس على الطفل ويتعمل ازاي، وامتى يكون عادي وامتى يكون مؤذي. احسن نوع كنترول ممكن تحطه للطفل حسب الورقه دي حاجه اسمها behavioral كنترول. بتحط حدود، ممكن مسموح لك تتحرك جوه الحدود دي وتجرب وتكتشف، بس انت في الاخر ليك حدود، والحدود دي ما بتعرفكش، يعني قيمتك ما بتجيش من الحدود دي. لو كسرتها في مره هتتحمل غلطتك، ولكن انتك عندي كابوك مش هتقل ابدا. الحدود دي اللي ممكن يتحرك خلالها الطفل اثبتت بجداره انها قدرت تقلل السلوك العدواني عند الاطفال اللي هم اهاليهم بيعاملوهم بالنوع ده من الحدود، والسلوك التخريبي والاندفاعيه ومشاكل تانية كتير بتظهر عند اطفال تانية. اللي محتاج تخلي بالك منه انك ما توصلش للهارش كنترول، الحته اللي بيكون فيها صريخ، ضرب مستمر، زعيق، لان النوع ده من التحكم هو ده اللي عامل المشكله، وهو ده اللي بيظهر السلوك التخريبي عند الاطفال. وطبعا مش محتاج اقول لك اعتقد انك ما توصلش ابدا للسايكولوجيكال كنترول او التلاعب النفسي بالطفل. ما تستخدمش الذنب، ما تستخدمش الاهانه، ما تستخدمش الشيمينج والمعايره، ما تعملش جاز لايتنج، ما تستخدمش حبك ليه ورضاك عنه بانه عمل حاجه او ما عملهاش، اعملها عشان بابا يحبك او ما تعملهاش عشان بابا ما يحبكش. ما تعملش كده ابدا مع طفل. السايكولوجيكال كنترول ده معمول له دراسه لوحده كده، اثبتت ان هو مرتبط بشكل كبير جدا. الطفل ده لما يوصل للمراهقه هيكون عنده انكزايتي وديبريشن، فبلاش ما تعملش كده ارجوك. اذا ده بيحطنا في اول مفارقه. الطفل محتاج اوثوريتي، حد يقول له لا وقت لا، بس مش محتاج حد يقول له ان لا دي لو انت كسرتها فانت شخص سيء، انت مالكش لازمه. وزي ما قلنا الطفل محتاج قواعد، لكن مش محتاج ان قيمته تتعرف بناء على هو قد ايه ماشي جوه القواعد. سيبه يكسرها مره اتنين، او حتى عاقبه لما يكسرها، بس ما تعاقبوش بحته اللي هو لا انت بابا ما بيحبكش عشان انت عملت كده. هنا سلوكيات بقى بتاعت التربيه الحديثه المتجمعه دي تبدا تحط نفسها على الساحه مع جين زي وجين الفا والناس الجديده اللي ظاهره دي. وطالما الضرب غلط يبقى نعمل العكس تماما، نخلي بقى الطفل يختار براحته بقى ويعيش حياته ويحط حدوده لوحده يا سيدي، ويبقى عنده اندبندنسي كده، معتمد على نفسه ورايق وجميل. او نكون في حياته داخلين فيها اوفر قوي، كل حاجه لازم نصلحها له، كل حاجه لازم نظبطها له، ما ينفعش يبقى فيه تنتوفه لان انا ابني مش عارف ايه. ابنك ده لما يكبر ويقرر يعمل ماجستير هيجي له حته ريفيور اسمه ريفيور 2. خلي بالك منه يا مدام، خلي بالك على ابنك من الريفيور 2 عشان الراجل ده مؤذي. في ميتا اناليسيس ضخمه جدا شملت 404 بحث من حوالي 53 دوله على مستوى العالم كله، واكتر من 266 الف طفل، درست حاجه اسمها البيرنتال اوتونومي سبورت، يعني دعم استقلاليه الطفل. نتائج الدراسه دي من الاخر انها لقت انه كل ما تدعم استقلاليه الطفل طبعا لحد معين بتقلل عنده خطوره انه يكون امراض زي الاكتئاب والقلق ومشاكل السلوكيات اللي كنا بنتكلم عليها. الدراسه دي احنا بنتكلم عليها لانها فرقت بين مفهومين بقى مهمين قوي في الحته دي، الاوتونومي والاندبندنسي. الاوتونومي معناها ان انت هتحط الحدود بس هو قادر جوه الحدود دي ياخد قرارات ويستحمل نتيجه اختيارات. الغريب بقى او مش غريب قوي بس هو غريب بالنسبه للدراسه دي ان الموضوع ده عند الاطفال ارتبط بانهم كان عندهم استقلاليه قدام لما كبروا اكتر من الاطفال اللي عندهم استقلاليه فعلا وهم صغيرين، اللي هم ما عندهمش حدود، هم يرسموا حدودهم بنفسهم. لما كبروا استقلاليتهم بقت اقل من اللي كان ليهم حدود بس هم عندهم استقلاليه في انهم يختاروا جوه الحدود دي. حد فاهم حاجه؟ انا حاسس ان انا ضيعت الدنيا خالص في الجمله اللي فاتت دي. في حاجه اسمها اوتونومي حلوه، في حاجه اسمها اندبندنسي وحشه. الاوتونومي ان انت تحط له الحدود وهو يبقى حر جوه الحدود دي يعمل اللي هو عايزه. اندبندنسي مفيش حدود اصلا ارسمها انت. اللي عنده اوتونومي لما كبر بقى عنده استقلاليه اكتر من اللي عنده اندبندنسي من هو صغير. لما كبر بقاش بنفس استقلاليه او درجه الاعتماديه على النفس بتاعت اللي كان عنده اوتونومي. او كلير مثال للتوضيح اكتر حاجه ماكسيمم. بص يا معلم، احنا عندنا امتحان كمان يومين، احنا لازم نذاكر، دي حدودك، ما ينفعش ما تذاكرش. انت بقى شوف انت عايز تذاكر ازاي، دي بتاعتك. مثال سيء جدا على التربيه الحديثه وهو الهليكوبتر بيرنتنج، التربيه الهليكوبتريه، انك تبقى عامل زي الهليكوبتر فوق دماغ ابنك راكبه كده. الواد عنده مشكله هنتدخل ونحلها له، متخانق مع صاحبه ده بس احنا هنصلح، عنده مشروع وبيغرق هنعمله لك يا حبيبي ما تخاف، فشل لا 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 لازم نمنع الفشل. زي ما قلت لك يا مدام
افتكري الريفيور 2 وخافي على ابنك شويه. علميه ازاي يتعامل مع ريفيور 2 من وهو عنده 5 سنين. انا عارف ان احنا زهقنا من الكلمه دي، بس كان في سيستماتيك ريفيو اتعمل على 38 دراسه من حوالين العالم. برضو سيستماتيك ريفيو ده لقى ان الهليكوبتر بيرنتنج ده بيرتبط برضو بالديبريشن والانكزايتي قدام. ان الطفل بيوصل لمرحله لما يجي بقى يكبر ويبقى فعلا محتاج ياخد قراراته بنفسه، وميبقاش عارف يعمل ايه ومتلخبط في الدنيا ومستني جيميناي يقول له اي حاجه، يعني شات جي بي تي الحقني. وده يقودنا لكوت الحلقه دي من الاخر: الاطفال لا يحتاجون صفر مشاكل. المخ وبالذات مخ الطفل لحد مثلا 6-7 سنين كده بيبقى لسه بيكونستراكت نفسه، ولسه بيبني الدوائر العصبيه، ولسه في ستيم سيلز ممكن تعمل خلايا، ولسه خام جدا، لسه بيتعلم كل حاجه. الدنيا بيحتاج يعدي بتجارب. وفي البرين اركتكتشر في بناء هذا المخ الاسترس مش عدو، وده اللي احنا بنحاول نقوله النهارده ببساطه. الاسترس ليس عدو الاطفال، ولكن لازم تفرق كويس جدا بين البوزيتيف ستريس والنيجاتيف ستريس. البوزيتيف ستريس التحديات الطبيعيه اللي بتواجه الطفل. قول له لا مره، سيبه يفشل مره، سيبه يترفض عادي. الحاجات اللي مداها قصير هتسبب له توتر وهتعلي له الكورتيزول شويه، بس مداها قصير. اما النيجاتيف ستريس او التوكسيك ستريس ده بيحصل لما يكون الضغط شديد ومتكرر وجاي من مصدر قريب. انت عمال تتعصب عليه، تعلي صوتك عليه، تزعق له. ده مش نوع الاستريس المناسب للاطفال او لاي حد يعني عامه. لو بتسال، البوزيتيف ستريس بيعلم الطفل انه لما يكبر ما ينهارش، يقدر يتعامل مع ضغوطات العالم من غير انهيار. شفتوا بقى لما قسمنا التربيه الحديثه والتربيه القديمه، لما قسمناهم لسلوكيات، خدنا من هنا سلوكيات حدود ووضع الحدود، وخدنا من هنا سلوكيات التعاطف نوعا ما، وحاولنا ان احنا نجمعهم من غير ما نخسر نفسنا. فهي مش فرق، هي اوراق. تربيه مجرد اوراق، انت بتسحب الورقه المناسبه ليك والمناسبه لظروفك طبعا واسرتك وبيتك والحاجات دي كلها. هخلص الحلقه بكوت عجبني قوي، بيقول: الطفل لا يحتاج ابا يخيف ولا يحتاج ابا يخاف عليه. من كل شيء يحتاج ابا يحبه ويضع له الحدود ويسمح له بالاختيار. يتركه احيانا يواجه نتيجه اختياراته، ثم يكون موجودا عندما يقع. اللحم في الأسياخ يهتز والجوع تاكل له وهو ومضيت للجزار يدفعني الضأن والكندوز والعنز. وبس كده يا شباب، والله نكون خلصنا حلقه النهارده. شكرا جدا انكم اتفرجتوا لحد دلوقتي. انا مش عارف، انا بكره الختمه دي الصراحه، بس مفيش في دماغي اي طريقه تانية اختم بيها الفيديوهات، بحيث انا بختم فيديو جيمنج. كومنت عن الموضوع، وعايزين تشاركوا بارائكم، وعايزين تقولوا هتربوا عيالكم ازاي، ما تخلفوهم براحتكم، مش عايزين تقولوا براحتكم برضو. انا مش مهتم قوي يعني ان انا اعرف كل واحد هيربي ابنه ازاي، احنا بس بنوصل رساله. بس انا مهتم اتكلم معاكم، ما تفهمونيش غلط، انا مهتم اتكلم معاكم، بس كل واحد طبعا وظروفه ودنيته وحاجاته كلها. ما تنسوش انكم تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا الحاجات دي. سلام.